طبقا للقانون هذا الرجل تمت معاقبته. فالنهارده الناس تعرف في مصر انه كل هلاوسهم وهواجسهم والاحساس بانه في لهو خفي، في حاجه خفيه، في شيء ما، في سنده، كل ده لا النهارده. كل ده لا النهارده. القانون يتطبق على الجميع، على الكبير وعلى الصغير، ومفيش حد في البلد دي على راسه ريشه. فلو في شيء النهارده يثلج صدر الجميع، لانه الناس كلها كان بيتم الدوس عليها، كنا بنداس بهدوء. مش احنا بس، مسؤولين وشخصيات عامة ولاعبين كل الانواع. فكان الناس دايما، ارجوكوا لو انا بقول حاجه هنتريش قولوا لي يا عمرو انت بتبالغ. كان القناعه طب وبعد، انا دايما الناس كانت تقابلني طب وهو ده ايه يعني مين سنده؟ مش ده كان السؤال؟ انتوا في ناس كتير ما تقدرش تقول الكلمه دي، بس انا بقولها بقى اهو، لان انا قلتها قبل كده من 12 سنه، من 12 سنه نفس السؤال. على اساس ايه؟ فالنهارده تعرف انه لا اساس، هو بس الاحساس بتصدير القوه. انا بقول لك ان انا قوي جدا خلاص، هو الراجل ياخذ حكمه اللي المحكمه قالت عليه، والشهر يعني ليس شيئا كبيرا ولا ضخما، ويخرج يمارس حياته بقى طبقا للقانون. بس النهارده الناس كلها في مصر، انا في ناس لغايه الساعه 1 2 يقول لك انا مش مطمن. اقول له مش فاهم يعني ايه؟ يقول لي لا ما هو اصله احتمال كده يكون حاجه ايه. حضره القاضي النهارده قال الحكم وانه الراجل وتم ترحيله. حضراتكم مش لغايه وقت طويل النهارده لسه عندك احساس بالتردد بالشك؟ طب ده جايز يكون في حاجه. مفيش حاجه خالص، حكم وتم تنفيذه. وانا رايي انه هذا الامر كان ممكن كمان يتعمل قبل كده بكتير، لانه احنا وصلنا لمرحله انه هو لازم كان طبقا للقانون هو كان لازم يروح يقف في القفص النهارده علشان النقد بتاعه يتقبل. فهو خد كل فرصه، خد كل حاجه قانونا كأي مواطن، واتحكم عليه كأي مواطن. ارجوكوا بقى نحس انه الامر ما فيهوش شيء غير طبيعي او شيء غير مفهوم، او لا خلاص بقى النهارده كل هذا الامر ينتهي. والراجل ده عليه قضايا الفتره اللي جايه، منهم قضايا انا عاملها وناس تانية عاملاها هو لاخره. لو اتحكم عليه تاني كل واحد يا جماعه لازم يدفع ثمن الحاجات اللي بيعملها، لازم يحاسب على المشاريب طبقا للقانون. لا حد يعليك ولا حد يوطيك، لا حد يقول لك انا هديك. بعد حبس مرتضى منصور مع عمرو اديب بدون